محارب إلى سوريا حتى نقله إلى سيادة الله. فإلكم رفع الكف حتى نشوف العدد اللي يجدد العهد ونشوف وين وصلنا يا الشباب. الوجوه جميلة من شتى مساحات الأنوار أتينا وجودنا باص الجمال اسم أرض الكرم أرض الطيب، وكم عانت من مراحل وأجيال، ولكن هناك رجال مثال حد ثامر وكفر والطيب في استقبال الآيات البيضاء، ولم تكتمل الصورة في اللون الأبيض إلا بقلب الأمين. بداية مكتوب عنوانه وخير عنوان للترتيب حبيب على ما التمسناه من صيد وسمعناه مع طريق هذا الشاب الجميل اللي اسمه سين محارب، وكم بذل من الجهد وجهد لبناء تلك المراحل لهذا الفريق الإنسان، إنما كم من أفواه شبعت، كم من حالات شفيت عن طريق هذا الإنسان، ولم نقل الإنسان وحده لتلك الوجوه الجميلة. كان فريق في السابق في المرحلة التي مضت، وإنما صار تجديد وجوه ضمن هذا الفريق ليس عارف بعنوان واحد اسمه الدكتور علي فرحان، وأنتم خير. ما حد شاف صبات المحافظة. أبو زيدون خلى المحافظة هدم باب، خلاها نظيف لنباب. اللي يريد شيء مكاتبه مفتوحه، اللي يريد شيء الاخوه اللي المكاتب الخارجيه والداخليه مفتوحه، المكتب ماله الخاص مفتوح. فهاي ندل على شيء يدل عليه، يدل على طيبه واخلاقه والقياده اللي قاد بها بالطيبه الانسانيه لمحافظتنا العزيزه. بعيدا عن لغه الثقافات، الديره بلي ابو زيدون خراب. احنا مجددين عهد، وكلكم انتم قد العهد، وكلكم لو مقتنعين تحطوا الدكتور علي فرحان بدون مصلحه. خلينا نشوف حصيله الايادي البيضاء بقياده حسين محارب الى سوريا حد ثامر نقله الى سياده الله. فإلكم رفع الكف حتى نشوف العدد اللي يجدد العهد ونشوف وين وصلت الايادي البيضاء. كيف؟ ساعه. إذن التصويت جميل.